هيجان وغليان رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على فاركو، ويسخر من الزمالك وفريرة. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد انتهاء مباراة الأهلي وفاركو وفوز الأهلي على فاركو، قد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال الأهلي كل مباراة بيتطور أداؤه وبيلعب أفضل من المباراة اللي قبلها. مهما اختلف هو بيلاعب مين ما بيفرقش مع الأهلي حاجة، أي فريق هيلعبه هيخسره، والأهلي هيعمل عليه شغل عالي كمان، لأن عندهم مدرب عبقري ما بيفرقش معاه بيلعب مع مين، سواء لعيب احتياطي أو أساسي، هو اللي عايزه بيعمله. ولعيبة الأهلي بتنفذ اللي بيقول عليه، والأهلي هيكسب الزمالك في السوبر، وأنا بقول أهو من دلوقتي، وخليكوا فاكرين كلامي كويس. والأهلي عمل مباراة كبيرة قدام بيراميدز، والنهاردة عمل مباراة كويسة جدا قدام فاركو. بصراحة لعيبة الأهلي رجالة وإمكانيات عالية جدا، وكولر بيعرف إزاي يستغل إمكانياتهم، مش زي المدرب فريرا اللي كان بيسترزق من الزمالك وما بيعرفش يدرب أصلا، وكان عال على الفريق ومفلس كورة كمان. وهو ده كان رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على فاركو. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة حتى يصلك منا كل جديد.